عليكم، معكم سيد محمد صبري. جاي اقول لكم النهارده اخر اخبار نادي الزمالك في الساعات الاخيره ومنتخب مصر وبعض من النادي الاهلي. اول خبر معانا هيثم حسن، لاعب مهم يعني. ابراهيم حسن بيقول كده يعني. هيثم حسن لاعب مهم بالنسبه لنا، مجتهد لاقصى درجه، ولم يحدث منه اي اعتراض على عدم مشاركته. هيثم حسن كان من المفترض ان يكون له دور في المباريات الماضيه، وكان دائما يكون في الحسابات، لكن ظروف المباريات لم تسمح فقط. إبراهيم حسن مصرح ومصدر من منتخب مصر. بالنسبة لنا برأيي الشخصي، محمد صلاح يطلع لسه بتقول هيثم حسن. لا، هيثم حسن يعني عنده قوة بدنية، يعني ممكن تلعب 90 دقيقة عادي، وعنده قوة بدنية قوية، يعني مش لعيب يعني بيقعد لك كام دقيقة بيتعب، لا. يعني مش هيقعد شوط أول يتعب شوط أول وكام دقيقة بالشوط التاني، لا، يقعد لك 90 دقيقة يلعب بنفس المستوى، ولعيب جامد، وأدى قدام روسيا، لعيب جامد. وكمان هيثم حسن انت يعني انت اتخانقت عليه، اللي هو اولي ده جنسيات، مصري، تونسي، فرنسي. كان اقرب لفرنسا، بس هو نعطوا بشويه فلوس وجه في الاخر منتخب مصر، جه الناس نفسه منتخب مصر. المفروض بقى تلعبه، لا، لازم يعني انت هتقرروا المنتخب اخليه يمشي يروح لفرنسا يا تونس، كده يروح تونس محتاجه لعيبه ومعاش لعيبه جامده يعني. خبر بعد كده من داخل النادي الأهلي يفاوض علي علوان مهاجم الأردن من أجل ضمه. الأهلي داخل فوضات مع اللاعب وممثليه إلى جانب التواصل مع ناديه من أجل معرفة موافقتهم. علي علوان يرحب بخطوة الانتقال للأهلي ويتمنى أن تكلم المفاوضات بنجاح. علي علوان دوت أصلا كان مرشح الموسم اللي فات بديل ياسر النعيمات. يعني الأهلي الأهلي كان مخلص خلاص مع ياسر النعيمات، اللي كان بيلعب في الدوري القطري وقتها تقريبا، واتصاب، جاله إصابة كبيرة في رجله. وبعدها جه يفوت علي علوان، كان ملحقش بقى، مش عارف يخلص فيه، فاللي خده قفل. فعلي علوان بيقول لك لعيب جامد، تقريبا كان بيلعب في الدوري العراقي، تقريبا بيلعب في الدوري العراقي، مهاجم جامد، كان في كأس العرب كان عامل أداء كويس جدا وقوي جدا. الخبر اللي بعد كده، بص، ده مفاجأة للزملكاوية، يعني مش عارف. بس قبل ما نبدأ في الخبر الحماسي والنار دوت، حط لايك واشتراك وانسخ الرابط وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اهتمامات الأهلي المصري بدم تيدي أوكو. لا صحة من يتردد عن رحيل تيدي أوكو أو لا. توجه النادي الرياض بالاستغناء عن خدمات تيدي أوكو في انتقالات الصيف الجارية. بس دي لو جه الأهلي صفقة جامدة. هقول لك حاجة، تيدي أوكو لما كان في الدوري السويسري يعني خلاص مرشح نادي الزمالك، خلاص مخلص مع نادي الزمالك، مخلص معنى كده مخلص. بدأ لما كان عايز يجي الزمالك في الأول، بعد جاله عرض من الرياض، ساب الرياض، بدأ راح جاله عرض من الرياض، ساب الزمالك وبدأ راح الرياض. قام جه عمل ايه بقى؟ دفع 250,000 دولار، يستغنى عشان ياخدها هو، عشان خلاص كان مضى كل حاجة وخلص كل كان أصلا كان فري. خد الاستغنى بتاعته بكام؟ ب250,000 دولار. دول كان مرشح نادي الزمالك. وكمان ايه، عارف لو تعرفون، كوتيسا اللي كان الأهلي كان مخلص معاه، كان يعني كان مراوغات ولعب فعلي واهداف واسيستات، هو ده احسن من كوديس، تخيل. وكمان النادي كان عايز يستغنى عنه. يعني بص، يعني لا، هيبقى جامد، خلي بالك لاعب جامد. لو الاهلي اعتمد عليه بشكل اساسي يبقى لاعب جامد. معتمد جمال لم يوقع على اي عقد مع الشرطة العراقي. هناك عرض بالفعل من جانب النادي العراقي، لكن المدرب لم يوقع ولم يرد الانتظار لحسم مصيره مع جانب الزمالك. ايه قصة النادي العراقي ده؟ من فترة كده، مش قليلة يعني، من كام يوم جال معتمد جمال جاله عرض من الشرطة العراقي ب60,000 دولار. رفض، ادى الانتظار للنادي العراقي، ادى لهم انتظار لهم، استنوا كام يوم لغاية اما نادي الزمالك يشوف هيعمل ايه معايا. استنوا كام يوم، بعدها بكام يوم ما وافقش. بعدها جاله عرض كمان من نفس النادي العراقي، الشرطة العراقي، نفس الفريق، بس بكام؟ ب67,000 دولار بالدولار. شوف بقى، كان بياخد نص ربع مليون، هياخد أكتر من 5 مليون جنيه. المهم يعني، فهو تمام رفض العرض، فمش هيجيله. فهو في جلسة جاية مع نادي الزمالك. هيقولوا له ايه؟ تخيل بقى، هيقولوا ايه؟ هيقولوا له بص، احنا متفقين مع مدرب أجنبي برتغالي، مدرب عام هتمشي.
قمة الغدر. انت معلق الراجل لغاية دلوقتي، جاي له عروض من الدوري الليبي والدوري العراقي، بالذات من الشرطة العراقي. الشرطة العراقي دوت يعني زي الاهلي والزمالك عندنا كده. قول الزمالك ولا الاهلي، زي قول الاهلي والزمالك بتاع العراق. يعني من اقوى الاندية واشهر الاندية في العراق، كانت بتنافس على دوري ابطال اسيا. وكمان جاي عرض ليبي بعد التتويج مع الزمالك بالدوري، وحتى الآن لم ينح الشرطة العراقي رد الحين إبلاغه بمصيره مع الزمالك، ومعروض ليه 67,000 دولار. قالوا يعني فاهم انت، أي مدرب مكانه يوافق. انت شوف فاضل يعني الزمالك هيبدأ كمان 5 أيام تقريبا، فاضل الإعداد هيقعد 15 يوم. وصحيح سباستيان دي صبر هاني عصام أعلن إن هو لو مش هيدرب في مصر غير لمين، غير لمنتخب مصر الفريق الاول والاهلي. مش هيدرب الاثنين دول، مش هيدرب في الزمالك ولا حتى في بيراميدز. هو اللي بعد كده بس برضه ما ينفعش الحفله اللي عملوها مع مرتضى الجمال ديت. واصلا مرتضى الجمال في اجازه مع الاهلي اللي في تركيا، يجي كمان 3 ايام هيقعدوا معاه. هيقولوا تبقى مدرب عام ولا تمشي. طبعا امنه هوافق، امنه امشي، بس بالشياكه. اقول لهم جاي العرض مش عارف ايه. خير بعد كده، مسؤول الزمالك سيجروا مفاوضات جديدة مع السنغالي إبراهيم نداي ومحاميه للتواصل لحل قواضي لأزمة مستحقات لاعب، والمقدرة مليون وستمية وخمسين ألف دولار. اللاعب السابق رفض فكرة جدولة مستحقات وطلب الحصول على المبلغ دفعة واحدة. يا ابن المفتري، دفعة واحدة مليون وستمية وخمسين ألف دولار. كمان كان في خبر طالع في الجول ان هو اتفقوا معاه على 2 سنين ونص او موسمين ونص. وخد في خبر طلع بعد كده، بس الامور الحلقات دي ما حسمتش. نادي الزمالك على يوم 10 يوليو او 10/7 من شهر 7 هيكون خلص كل ازماته الماليه. هيفتح القيد، لا هيلبس فترة القيد ديت. في الشتاء بقى هندبر امورنا كمان. لا مفيش حاجه. في الشتاء بقى هندبر امورنا. الخبر اللي بعد كده، بص بقى، ده دايما المنتخب تعرف معانا. بس قبل ما نبدأ الخبر دوت، حط لايك، حط على دوس على زر اللايك وزر الاشتراك وجرس التنبيهات، وانسخ الرابط وشير الفيديو وصلي على النبي. اللهم صل وسلم. الخبر اللي بعد كده، شوبير ده خبر ده في شوبير، ما خبرناه في شوبير الناظر. الموضوع مصطفى محمد خلاص انتهى. حسام حسن رد في الملعب دلوقتي، بيقول له من كأس العالم نفسه. بيقول له من كأس العالم نفسه، لو كسبنا استراليا وتعادلنا دور 16 كله هيبقى فرحان، باستثناء كل وغير الكراهية. والله العظيم لو وصلنا للنهائي وخسرناه اقول لك ازاي، ده احنا كنا لازم نكسب الكاس العالم. ابراهيم فايق يا جدع، انت ما كنتش عايش معانا لما كنا مدربين بيقولوا لك اللعيبه دي ما تعرفش تباصي، ولا القماشه دي ما تطلعش اكتر من كده. يعني فاهم انت، بيردوا على بعض. في ايه يا جماعه؟ بحبة عقل تبقى شايفين حاجة منتهى الجمال وبتنكروا عليها جمالها. وده منتخب بلدنا. انتوا تخرجونا عن شعورنا ليه؟ صحيفة الماركا الأسبانية اختارت مصطفى شوبير أفضل حارس مرمى في دور المجموعات كأس العالم. وحتى دي مش عاوزين نشوفها، دي لعيبتنا جامدة، وإن عندنا لاعب في المنتخب وأفضل حارس في المجموعات. أتمنى الناس يبقى عندها حكمة. أي حد شمتان أو زعلان عنده مشكلة مع حسام حسن أو مع أي لاعب في منتخب مصر، يصبر لما نخرج بعدها يبقى يلطم ويصرخ زي ما هو عاوز. ولكن اللي بيحصل هو من هجوم على حسام حسن، مش الكورة. يعني شايف حسام حسن لغاية دلوقتي عامل شغل جامد. يعني بالنسبة لي حسام حسن قبل كأس الأمم الأفريقية كان ملوش فكر، مدرب تحت المتوسط. دلوقتي بقى يدرب جامد، بقى بيفرق الماتشات. بس آخر ماتش هو بس اللي هو عك ربنا يفك على رياض عبد العال. الخبر اللي بعد كده، من كورنر للتاريخ، لاعب مصري في تشكيلة الأفضل في دور المجموعات في كأس العالم مع ميسي وهولاند ونجوم العالم. طبعا مصطفى شوبير أندية زي بيرلي وأستون فيلا وسيلتا فيجو وختافي وأليفيس الأسباني بيراقبوه وعايزين. ويعتبر هم 2 من الدوري الإنجليزي و3 من الدوري الأسباني، اللي هم 2 دوري إنجليزي مين؟ أستون فيلا، بيرلي صارت حديثا، و3 من الدوري الأسباني سيلتا فيجو، ألافيس، ختافي.
هيبعتوا له عرض ان شاء الله بعد نهاية كاس العالم. وحسام حسن شكله كده في قضايا داخل نادي الزمالك، بس على افراد من جوه. بلاغ رسمي من محامي حسام حسن ضد مدحت العدل. حسام حسن تتخذ اجراءات قانونيه ضد عضو لجنه الاستثمار بنادي الزمالك بعد وصفه له المدرب المريض نفسيا. طب ليه؟ ليه الغلط في الراجل لو اصلا ماسك منتخب بلدك الاول؟ ليه تقدر تقول الكلام ده على مدرب او مدير فني اجنبي؟ متقدرش. ليه؟ عشان انت كان قول معنى الكلمه كده، يعني كان هيمسكوك هيفرموك، مبقاش لفظ تاني. يعني كنت هتفرم من اداره الكوره والاعلام المصري. طب ليه بتقول له كده؟ انت تخش في قضايا واحكام انت مش قدها، سب وقذف. بس برضه يعني ما ينفعش الكلام ده. هو مدرب انفعالي، مدرب عصبي شويه، بس ده صالح اللعيبه عشان اللعيبه تاخد دافع قوي لما تنزل في الملعب. بقى بالنسبه لي الراجل ده اصلا هو سيناريست كاتب افلام، ومش ليه علاقه بالكوره، هو زملكاوي بس. بص بقى ولا ايه؟ لا حسن حسن عشان اسأله بالتليفون شويه. اي انجازات انك تعادلت مع النسخه الاسوأ من بلجيكا اللي ايران تعادلت معاها، ونيوزيلندا ال85 اتغلبت منها 5 من بلجيكا. حسام حسن مدرب على قده وشخص مريض نفسيا، واختياراته منحاز زيه. حق. الخبر اللي بعد كده، الشرطة العراقي من ضمن الأندية المهتمة بالتعاقد مع مهتم الجمال. أول عرض 60,000 دولار، تاني عرض 67,000 دولار، ده من نفس الشرطة العراقي. أو بص بقى، خبر المحطة الأولى من طنطا. الزمالك يعني إطلاق الحمل الدرع جايلك في محافظة مصر. السماح بجماهير التقاط الصورة مع الدرع مقابل 1000 جنيه للصورة الواحدة للاحتفال بالفوز بالدوري ودعم الأندية ودعم النادي ماديا. أولا هي مش 1000 جنيه، هي 10 دولار، يعني 500 جنيه. 1000 جنيه ماشي. بص بقى، اللاعب اللي هو لابس النضارة بقى ايه؟ موقع من المواقع. احتفال الخروج بالمونديال. منتخب مصر يرسل إيران خارج كأس العالم بعد التعادل. تقهر الصراحة. تحتفل احتفال يهين يهين الناس، يهين المنتخب، بس انت طلعت في كأس العالم بس شكلك وحش جدا قدام الجماهير وقدام العالم كله، وكله علق على الحاجات دي. الخبر اللي بعد كده من داخل النادي الأهلي، في الجول يكشف تفاصيل وفوضى الأهلي اللي ضموا علي محمود مع إنبي. الأهلي قدم عرض الإنبي ضم يعني علي محمود مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة لنسبة إعادة البيع. لكن النادي الأهلي البترولي النادي البترولي طلب رفع قيمة العرض. إنبي طلب بوضع 15 بند في العقد لانتقال لاعب تشمل الحصول على نسبة 15 بند. يا ابن المفترية يا أيمن الشريعي مثلا إنبي، يا ابن المفترية. 15 بند عقد انتقال اللاعب الأهلي تشمل الحصول على نسبة أكبر من إعادة البيع، وكافات مالية تنظر للمشاركة في المباريات وانضمام المنتخب وتحقيق الألقاب والمحلية والقارية. من كده الصفقة خلصت على 40 مليون جنيه، مش هخش تفاصيل. من آخر كده الصفقة خلصت على 40 مليون جنيه مع البنود اللي هو حاططها. من الشرق الأوسط السعودي، صحيفة الشرق الأوسط السعودي الرياضية. نادي الرياضي السعودي توصل إلى اتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه. تريزيجيه لغاية دلوقتي محبط وزعلان في معسكر منتخب مصر في أمريكا أو في فترة كأس العالم. يا جدعان، هو زعلان ليه؟ عشان الأهلي وافق على طول. الأهلي وافق على طول اللي هو يمشي. بص كده بقى، عبد ال... خبر في الجول، عبد الواحد السيد يتولى منصب في مدير الكرة في نادي مسار. والله مش عارف ده كان ازاي. الراجل ده عبد الواحد السيد كان مدرب حراس في نفس الوقت كان مدير كورة داخل نادي الزمالك. اترخد هبلة. جه مين بقى اللي ظبطها؟ جون ادوارد طبعا. بص بقى، اللي عبس، انت عارف ان الانديه الخليجيه مش بيشتغل صح، بيشتغل بالفلوس. الصحيفه الرياضيه السعوديه لكرة القدم. اتحاد الكرة السعودي يدرس إقالة اليوناني جورج ديوانيس بعد التوديع لكأس العالم، وطرح اسم جورج جيسوس لتدريب منتخب السعودية. الفلوس. اقسم بالله معانا مدرب وطني بياخد 1,000,000 جنيه في الشهر ولسه لغايه دلوقتي ما جددش عقده ومكمل وصار كاس العالم وانتوا طلعتوا. اقول لك ليه كمان تاني حاجه،
حاطين كام اجنبي؟ حاطين 8 اجانب في كل نادي، ده رقم بس. شكرا. قبل ما نبدا الخبر اللي بعد كده، دوس على زر الاشتراك، ودوس على اللايك وجرس التنبيهات، شير الفيديو وانسخ الرابط. نبدا الخبر اللي بعد كده. خبر في الجول. معتمد جمال وصل للمرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الشرطة العراق، تتوسم إدارة الزمالك معرفة مصيره مع نادي الزمالك قبل اتخاذ القرار النهائي. بص، قبل إن شاء الله ما ينزل مصر من تركيا، وحاليا الأجازة مع الأهلي، ينزل كمان يوم 3 أيام، هتقال له كده تكون مدرب عام مع المدير الفني البرتغالي الجديد. هم أصلا خلاص اتفقوا مع المدير الفني البرتغالي اللي هو مين، هقولك قدام. يا تكون مدرب عام مع المدير الفني البرتغالي الجديد، يا شد علم، يعني تمشي، يعني تروح يدوا الشكر. بس بالنسبة لي دول بالشياكة، يعني ايه؟ يعني دول كام مكافأة مالية، تديله فلوسه اللي مخدهاش أصلا، وتديله جائزة أو درع نادي الزمالك. يعني تمشوه بالشياكة، مش تفضلوا معلقينه كده. يروح بقى نادي العراقي دلوقتي. يعني بالنسبة لنا هيبقى مع مستوى ليه؟ هيكون متوفر له الفلوس، متوفر له اللعيبة الكواليتي. القاهرة. أحمد اللاعب محمود فتح الله ينضم إلى أمانات شؤون الرياضة بحزب مستقبل الوطن. الخبر اللي بعد كده. طلب ب10 مليون جنيه تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو بتهمة السب والقذف 5 يوليو. طب ليه بقى محمود بنا ده أصلا؟ لو تعرفوا نهائي 2019 كأس العرب ما بين الوداد والرجاء المغربي، هو اللي كان بيحكم. تعرف يعني ايه ضغط الجماهيري؟ اكتر جماهير شغبا في افريقيا، يمكن في الشرق الاوسط، جماهير المغرب. ما يتقارنش حاجه بيها، بس ضغطا بقى. بس هو اتشتم طلب ب10 مليون جنيه عشان ايه كفالة حل السب القصر. بص الخبر ده بقى في المزاج. سيف الدين الجزيري يقترب من الساحل التونسي. الساحل التونسي يعني يقترب من سيف الدين الجزيري ليه؟ اتفق، بيقول لك شبه رسميا اتفق مع الساحل التونسي. هو اتفق معاه، ما هو هيروح. بيقول لك انا هاخد فلوس من الزمالك، خصم 15% بسبب عدم مشاركة، ولسه كمان هيتخصم منه 35% من عقده. يعني بقى يعني هيتخصم منه 40% في 60%، كمان شغل عقده كامل هيتقسط. فبالنسبة لنا يمشي. حط مكان أحمد الجفاري. يا جدعان الجفاري ده ميمشيش. الجفاري ده تشتغل عليه بدنيا في المعسكر، او مدرب الاجنبي يشتغل معاه فنيا وبدنيا في شويه نواقص، ويبقى لعيب جامد، هيبقى من اقوى الاجنحه، من اقوى الثنائيات اللي في افريقيا كلها. بتزرع على اليمين البرازيلي، والتونسي الموهبه احمد الجفاري على الشمال. مين بقى المدرب؟ يا سيف محمد صبري الشهير بالنسر. وقبل ما يكون مدرب، دوس لايك، دوس على زر الاشتراك من هنا مجاني والله ببلاش، وانسخ الرابط واعمل شير وصل على النبي. والمدرب اخر خبر معانا في الحلقه ديت هو برتغالي، اللي كان تحت ايد البرتغالي جيزوالدو فيريرا. العربي جيزوالدو فيريرا طبعا كان ماسك نادي الزمالك، كان معاه مدرب الكاس. هو حاليا بيدرب الجيش الملكي. هو الكسندر سانتوس. الكسندر سانتوس ياخد كام مع اخر نادي معاه؟ اتمنى ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله اقول لكم على كل كافة تفاصيله. الكسندر سانتوس بياخد كام؟ بياخد 65,000 دولار، ونادي الزمالك حاطط بادجت 65,000 دولار. يعني بالنسبة لي أنا تحط البادجت 75,000 دولار. المدرب ده برتغالي، عشان تفهم كده. تبص كده المدربين البرتغاليين على العموم كده، مثلا كده على العموم يكون عندهم النزعة الهجومية زي جوزيه جوميز كده. بيكون عندهم النزعة الهجومية، بيكون عندهم دايما معاهم الاستحواذ. يعني اسف قصدي اقول الكلام دوت، هقول لك يعني قصدي اقول الكلام دوت، هقول لك بالكلام دوت ان المدرب ده طريقة لعبه تشبه جوزيه جوميز. بيعرف يتعامل مع اللعيبة نفسيا كويس جدا زي جوزيه جوميز ومعتمد جمال. بيعتمد على 4-3-3 هجومية، 4-2-3-1. لا يعتمد على بلاي ميكرز أو صانع لعب. هتقول لي ليه؟ أقول لك مثلا لما تيجي تراجع
ماتشات جوزيه جوميز ضد النادي الاهلي في الدوري ما كسبناه 2-1 بدافعين سيف الدين الجزيري، كان معاه الاستحواذ. في السوبر الافريقي مدرب الاسطوره ناصر منسي كان معاه الاستحواذ. في اي ماتش كان بيلعب جوزيه جوميز كان بيلعب الاهلي اللي هو المنافس ليك الاساسي والمباشر، كان بيكون انت معاك الاستحواذ. ماتش الزمالك مع السوبر، ماتش الزمالك مع بيراميدز في السوبر المصري اللي هو كان في جوزيه جوميز، كان معاه الاستحواذ قدام بيراميدز، كسب ضربات جزاء يوميها. زي كمان المدرب ده بيعرف يتعامل نفسيا من اللعيبه زي جوزيه جوميز، يعني هيعرف يدي دفعه قويه للعيبه ويتعامل نفسيا من اللعيبه. وكمان المدرب ده عنده نزعه هجوميه، بيحب يكون معاه الكوره دايما، بيحب الضغط العكسي، بيحب الهجوم، بيحب اللعيب العمودي، يعني بيحب يطلع بالكوره. زي كمان هو بيحب يكون عنده نزعه هجوميه، هذا قرار كبير، نزعه هجوميه نزعه هجوميه. يعني مثلا اقول لك حاجه، المدربين البرازيليين بيكون عندهم الهجوم زي كابرال، فضل كابرال. فترة كابرال نادي الزمالك وقتها دايما خد أحسن نادي في شهر تقريبا في فترة كابرال. ليه كابرال كان بيلعب لاعب هجومي، لاعب ممتع بالنسبة للجماهير المصرية، لاعب حديث وقتها يعني. فالبرتغاليين يمتازوا بحاجتين، يمتازوا يعني بهوية البرازيليين الهجومية، وهوية البرتغاليين هويتهم بنفسهم اللي متوازنة الدفاعية. هتقولي مش كل البرتغال بيتميزوا بكده، مين اللي بيتميز بكده؟ اقول لك جوالدو فيريرا، جوزيه جوميز، مورينيو، جوزيه مورينيو، جوالدو فيريرا، جوزيه جوميز. ريكاردو بينتو اللي كان مرشح، باستيان دي صبر بس ده بيعتمد على الدفاع اكتر من الهجوم، بس ده فرنسي مش برتغالي اولا. كمان المدرب ده، هتقول لي المدرب ده بقى بيمتاز بالتوازن الدفاعي، او هتقول لي المدرب ده بيمتاز بالتوازن الدفاعي والنزعة الهجومية بتاع البرازيليين، هقول لك اه طبعا المدرب ده بيمتاز بالتوازن الدفاعي البرتغالي. ركز فيه كويس لان اي مدرب برتغالي بيجي عنده الحاجات ديت بينجح نجاح باتا. اه المدرب ده اسلوب لعبه عنده التوازن الدفاعي البرتغالي وعنده النزعة الهجومية البرازيلية. بقول لك تقيل جدا، تقيل يعني ايه، يعني عالي جدا جدا تكتيكيا، يعني مش اي حد يكسبه تكتيكيا. هل يكسب حسين عموته؟ يكسب حسين عموته مدرب عربي، اه معاه الويفا برو، وده معاه تمن الويفا ايه وبي وسي، طبعا مفيش حاجه من الويفا برو. بس انا بقول لك المدرب ده بيعرف يلعب الماتشات التقيله، زائد بيحب يلعب البطولات ذو النفس الطويل اللي هي زي بطوله الدوري مثلا، بحب يلعب بطولات النوك اوت زي دوري ابطال افريقيا وكؤوس وكاس السوبر. يعني يا اخي كان مدرب جامد، اه مدرب جامد، نفس نوعية جوزيه جوميز. بس تفرق حاجة عن جوزيه جوميز اللي هو بيحب يلعب البطولات الطويلة. وبس خلاص كده، وده كانت حلقتنا النهاردة بالأخبار، وإن شاء الله في نفس التوقيت بكرة هيكون معانا فيديو أخبار جديد. قبل ما تطلع من الفيديو متنسيش اللايك والاشتراك ونسخ الرابط وتفعيل جرس التنبيهات وتشير الفيديو، وصلي على النبي قبل ما تصلي على النبي قبل ما تطلع، وسلام.